كيبدا الفيلم مع كويكا كيدور فوق الشوايه حيت تلف الطوموبيل ديال القيامه. فهاد اللقطه كيبان القيامه كيهدد كويكا باش يجيب ليه طوموبيلتو اللي ورث على جدودو. قال ليه هاد الطوموبيل اثريه وكاين منها جوج في العالم. كويكا ظهرو تشوا بدا كيبكي عليه وطلبو يدير معاه شي حل. القيامه قلبو كبير قال ليه الا ما قدرتيش تجيب الطوموبيل عطيني غير 30 مليون. كويكا تصدم، 30 مليون راه تبيعني كامل ما نجيب لك حتى مليون، دير شي ثمن مزيان. القيامه سخطوني يشفيه، ثمن مزيان كنبيعو السواك، عندك سيمانه تحضرها ولا نخلي ضربوك. غيرجع كويكا للخدمه وجهو كامل مضغط. هذا بو عزه عاود ليه كويكا البلان وطلب يلقى معاه شي حل، ولكن ما نفعو بوالو. تما قرر كويكا يمشي عند البوليس، ولكن وقفوا بو عزه قال له ما غتصور والو حيت القيامه عنده المعارف. القيامه يوم البعث هذا وهما كيهضروا جا المعلم ديال كويكا وسولو على وجهه. بغى كويكا يفانتيه ولكن صدق عارف كلشي وقال له ياك موصيك فاش تبغي تصلح شي قصديره جيبها للمحل. من بعد طلب منه يعطيه يومين يرتاحوا شي فلوس باش يشري الدواء. في الجهه الاخرى غيبانوا الرجال ديال القيامه حدا الدار ديال كويكا. هذا الدوبيرمان دق ملي خرجت مرات كويكا قال لها الا ما جابش راجلك الامانه غنفرد قمو، وهددها باللي غيغتصبها حتى هي. فهاد الوقيته غيمشي كويكا للفارماسيان وغيقول ليه يعطيه بوماده الصفراء. سولو واش لداك النفيخ، جاوبو قال له داك النفيخ خاصو كينات. شحال كيديروا؟ 120 درهم. 120 درهم جيب شي بوماده صفراء. خداها وركب في موطورو كسيراتو روح حتى للدار. وهو داخل لقى جارو كيصنع الصوارخ وقال له باللي شي حد جا هنا وتكرفس ليه على مراتو. في التالي قال له لا كانت شي حاجه، قال له حنا معاك. مدات ليه مراتو الدقه وبدات كتعاود ليه على داك الشيء اللي طرا. نمشيو للدار ديال القيامه، فيلا كبيره والرجال ديالو غمشتين فيها. غيكون القيامه كيدوي مع الدوبيرمان وغيسولو واش داز على الناس اللي كيسال لهم الفلوس. قال له بطبيعه الحال دزت عليهم دار بيت زنقه. من بعد امرو يمشي يخلع كويكا. جمع الرجال وما كاين غا تيماكس سيوفه مطراك ومالينوا. قصدوا الكراج اللي خدام فيه كويكا وخلعهم مزيان. ديك الساعه مشى عند صاحبو عماد وطلبو يلقى معاه شي حل. عماد شبعان صوارخ وبقى مطلعها عليك بشي وريقه اللوطو، هالفلوس ساهله. كويكا سخط وقال ليه هو التسيير. هنا عماد جمع راسو قال له علاش ما تبيعش كلوه. كويكا شنق عليه وبدا كيسب. من بعد مشى بحاله. طلب من مراتو تشوف ليه والديها، والو حتى هما مكملين. غيبقى خدام عادي حتى لواحد النهار غيلقى مكرفسين على مراتو. ديك الساعه عرف دمهم بارد وما كيضحكوش. صيفط مراتو لدارهم وقصد باه يعاونو. قال لباه شي ناس كيتسالوني الفلوس وبغيتك تبيع كلشي وتعاونني، ولكن باه جلده ما بغاش يعاونو. في الجهه الاخرى غيكون القيامه مقصر مع صحابو غيتفقوا باش يعطيوه مهله ديال 3 ايام. داز ديك المهله وقصدوا البلاصه فين خدام. شدوا كويكا ودوه للمقر ديالهم ربطوه وبقاو كيعذبوه. ومن بعد ما كلا قتله ديال الكلاب جبد القيامه الخنجر يلا غيذبحوا. بدا كويكا كيبكي عليهم وطلبهم يعطيوه شهر يحضر لهم الفلوس. وافقوا. من بعد ضربوه غيب وملي فاق لقى راسو معلق في واحد البوطو هو وموطورو. فكوه الناس وقصد صاحبو عماد باش يستشر معاه في داك البلان ديال يبيع كلوه. عماد بدا كيضحك وقال له كنت عارفك غيعجبك البلان. من بعد بقى مطلعها عليه. تما جمع معاه كويكا وهو يتقاد. قال له غتقلب على شي حد مريض وخاصه كلوه ديك الساعه بيعها ليه وهالفلوس ساهله. من بعد غيبان كويكا مع الناس اللي غيبيع لولدهم الكلوه وكان طلب ليهم 120 مليون. ناس مكحطين وولدهم عزيز عليهم. قالوا ليه باللي غيبيعوا الدار و25 مليون هي اللي كاينه. كويكا جلده بدا عليهم انا عاطيكم كلوه دوريجين وانت كتقول لي 25 مليون. المهم من بعد مده ديال التشاطير اتفقوا على الثمن وجدوا راسهم باش يسافروا حيت العمليه غتكون في سنغافوره. باش يوصلوا ليها غيشدوا الطياره من المغرب لكامبوديا، مورا غيشدوا طياره اخرى لسنغافوره. وصلوا لكامبوديا وخرجوا من المطار باش كويكا يكمي كارو. غيطلب منه اسماعيل يدخل المطار. تما غيقول له كويكا باللي مازال الحال يلا ناكلوا ونشوفوا الكامبوديات. سمعت باللي عندهم التيتيز. شدوا الطاكسي ومشاو يصرفوا الفلوس. من بعد دخلوا لواحد المطعم. اسماعيل بغى ياخذ صالاد ولكن كويكا قنعوا ياخذ هابي بيتزا. قال له حقه ما حقه كيعاودوا عليها واعر. جابوها ليهم مع قصاوها غيبوا. فاقوا معقلين على التوزه. وملي قلبوا على السيكان ديالهم لقاو كلشي تسرق. غوتوا للسربايه وسولوا على المقادير ديال هابي بيتزا. قالت لهم باللي المكون الرئيسي هو الماريوانا. ديك الساعه ولاو غيبوا. ملي فاقوا هاد المره لقاو راسهم مرميين في الخلا. يلا بغاو يعرفوا راسهم فين كاينين. جا واحد التوك ركبوا معاه وداهم يقصيو. تما حطوا لهم الحنوشه الجران. كويكا تصدم ولكن اسماعيل كان جيعان ودخل في داك الشيء طولو عرض. اسماعيل عرض على كويكا يقصي. قال له التمل با كنبودي ناكل جرانه دايره كودسيزو. من بعد ما قصاهم مشاو عند القنصل ديال المغرب باش يعاونهم. عطاهم شي فلوس وقال لهم يصبروا شي 3 ايام باش يعطيهم شي حل. ملي
خرجوا من عنده مشاو للوطيل قسموا الفلوس، من بعد خرجوا يشريو شي حوايج ويقصيو. رجعوا لنفس المطعم ديال ديك المره، اسماعيل كوموندا سالاد وكويكا ميكروب طلبها بيتزا عاوتاني، مع ضرب منها طرف بدا كيبان ليه القيامه حداه، هز سموس وناض شنق عليه. تما لقى غير واحد الكمبودي وطلب منه السماح، مورا خدا اسماعيل كبتوها هو وياه، خرج كويكا معصب قصد واحد البار وبقى هادي تنفع هادي الضر حتى طلع الصباح عاد رجع مع واحد الساطا للوطيل. تما اسماعيل سخطو جرى عليه. النهار الاخر غيتصالحوا وغيجلسوا في القهوه ويدويو على البلان ديال البارح. تما غيقول ليه كويكا بلي البنت اللي جاب معاه طلعت متحول، وهما كيضحكوا على البلان. اتصل بهم القنصل ملي مشاو عنده قال لهم بلي الباسبورات اللي غيسافروا بهم غياخذوا 2 سيمانات عاد يوجدوا. اسماعيل سخط حيت العمليه اللي جاو على قبلها غادي تكون هاد السيمانه. طلبوه يلقاه ليهم شي حل، قال لهم درت جهدي وهذا الشيء اللي قدرت عليه، ولكن بخصوص العمليه لقيت لكم واحد الطبيب. من بعد عطاهم النمره وقال لهم بلي كاين في واحد المدينه اخرى بعيده عليهم بشي 5 السوايع. شدوا الكار وقصدوا ديك المدينه، وهما في الطريق يبدا كيعاود لهم كويكا على القصه ديالو مع القيامه. في واحد النهار جاب لينا الطوموبيل للكراج، المعلم ما بغاش يشدها، ولكن انا عرفت الخلل فين كاين وقلت له غدا رجع عليها. خديت من عنده الطوموبيل صلحتها، وانا خارج كنجربها تزيرت ومشيت للطواليت. ملي رجعت ما لقيتش الطوموبيل. ديك الساعه جا القيامه وعصابته عطاوني قتله ديال الكلاب، قالوا لي اما تحضر الطوموبيل ولا 30 مليون. ملي وصلوا لتما لبسوا بحال دوك البوذيين باش يتخلطوا معاهم حيت سمعوا بلي كيقتلوا المسلمين. تلاقاو مع واحد حسب ليهم بوذيين وخداهم يصليو مع شي وحدين. كويكا كان معرقها صوارخ. وصلت تما بدا كيبان ليه القيامه ناض شنق على الفقيه ديالهم. ديك الساعه تبعوهم وبغاو يقتلوهم. ملي هربوا جلسوا في واحد البلاصه يرتاحوا وما كيهضروا. تخلط بهم واحد المغربي محلون وقال لهم بلي الا كان كيتسناهم باش ياخذهم عند الطبيب اللي كان غيدير لهم العمليه. مشاو معاه. ملي وصلوا اسماعيل سخط، قال لي انا قلت لك ديني للسبيطار ماشي للعشاب. هنا المايل تسيف عليه وبدا كيغود. دخل كويكا وقنع اسماعيل، قال له واخا تشوف عشاب راه معلم، وها الشانتيو قدامك صاحبنا معاود كامل. دوا ليهم المايل مع العشاب وقال لهم بلي غدا عندهم العمليه. اسماعيل تصدم، اواه غنديروا العمليه هنا؟ قال له كويكا انت غدير غير كلوه وحده فضحتينا، ها هو قدامك مركب ليه 2. جاو النهار الاخر وبداو العمليه. نجحات العمليه، فاق كويكا وفيق اسماعيل. من بعد مشاو يقسيو كلاو داك البخوش اللي عطاه الله. اسماعيل كان كيتقيا وكويكا حداه كيضرب الصوارخ. اواه بجوجنا فتحنا وانا كنتقطع وكويكا ما فيه والو. طلب منه يوريه الجرحى ولكن دار لي عامره في خاويه وبدل الموضوع. رجعوا للمدينه الاولى ومشاو لعند القنصل. تما عطاهم الباسبورات وشدوا الطياره ديريكت للمغرب. ملي وصلوا لقاو عائله اسماعيل متسنيينهم. وصلوا كويكا لدار باه وداروا معاه غدا يدوز ياخذ الفلوس. دخل للدار يشوف باه. ديك الساعه عرف من مراته باللي مات. في الجهه الاخرى كيبان اسماعيل كيجمع حوايجو باش يمشي للحمام، وهو كيغسل غيعاود الكسال على البلان. هنا غيقول ليه باللي حك لكويكا هاد النهار وما فيه حتى جرحه. فهاد اللحظه غيكون القيامه مقصر مع العصابه ديالو حتى غتجي وحده خدامه معاه وغتقول له باللي كويكا دخل المدينه. هنا غيقول لهم القيامه ما يجي فين يطلع النهار حتى تجيبوه. في الجهه الاخرى غيجي كويكا ياخذ فلوسه. قالوا ليه تورينا الفتحه عاد نعطيوك الفلوس. كويكا سخط وبلبلها. ديك الساعه عطاوه الفلوس. ملي حسبهم ولقاهم كاملين قرر يعاود لهم الحقيقه. فاش مشينا نديروا العمليه قال لي الطبيب بلا ما تعطينا الكلوه ديالك، حنا عندنا وحده حيدناها لشي حد مات، درنا ليها التحاليل وراها صالحه لصاحبك. ديك الساعه ركبوها ليه، ولكن واش كلوه ديال راجل ولا ديال المراه ما عرفت. قال ليه با كيفاش ديال المراه؟ جاوبو كويكا مالها مراه يولي يطير في التجفاف وغسيل الماعن. خدا الفلوس ورجع لدارو وهو فرحان بهم حتى سمع الدقان. خرج ليه صاحبه مول الفكره ديال يبيع كلوه. قال له باللي جاب ليه شي خبار بميكته. البارح سمعت شي صداع في الكراج، راك عارف المغاربه التبرقيق، مشيت نشوف اش واقع. تما بانت لي الطوموبيل اللي دار لك بها الكنار مباشيه. قالوا كويكا ما ضرب شي صاروخ ومطلعها عليا. مطلعها عليك يلاه دابا تشوف دابا بعينيك. في الجهه الاخرى كيبان القيامه مقصر في الفيلا ديالو حتى غيجي كويكا وغيقول للعساس يكلموا ليه. ملي خرج عنده قال ليه جبت لك الامانه ديالك. القيامه يحسب له جاب الفلوس. هنا غيتصدم ملي قال له جبت لك الطوموبيل. القيامه شك في واحد من العصابه خرج الهضره وجرى عليهم كاملين. في التالي شد كويكا دوك الفلوس برع مراته وفتح كراج ديالو وخدم معاه اسماعيل وعماد. وواحد النهار غيكونوا خدامين حتى غيجي عندهم القيامه. كان واحد خدام معاه قال ليه باللي شي كراج جديد فتح وجاو باش ينصبوا عليه حتى هو. تما غيلقاوه كويكا وغادي يقول لهم نصاب لي ولدك ما نشوفش كمات امك هنا. ديك الساعه القيامه صلاها مع رويبا اللي اقترح عليه الكراج وديما راقص ديرتو ومشى. وهنا غنكون وصلنا للنهايه ديال القصه، وما تنساوش ديروا لايك وكومنت سبسكرايب، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.